عمر أحمد بيسأل سؤال مهم جدا جدا، بيقول: بتحطي حاجة على الكلفة لرفع المناعة ولا لأ؟ وبتحصني الحمام ولا لأ؟ طيب تعالى أقولك عملي أنا بعمل إيه. أول حاجة لما بيكون عندي زغاليل ببتدي ببص على الحويصلة بتاعتهم وأشوف الأهالي زقينها كويس ولا لأ، واتأكد إني الزغلول عافي، لأن الزغلول لو طالع ضعيف هيكبر معاك ضعيف. ولازم أبص كده أقلب الزغلول وأبص على صدره من تحت لاحم ومش مسيف، يعني زي ما انت شايف كده في الصورة كاسي لحم. دي أول حاجة أنا بعملها. وببص كمان على مكان الإخراج، أبص على الزبلة وأشوف هل في إسهالات للزغلول أو للأهالي أو زبلة شكلها مختلف ولا لأ. طبعا أنا كنت حاطة دلوقتي الأكل بيعدي ساعة، وهقول لكم ده أنا استخدمته في إيه واحدة واحدة مع بعض. جيت هنا هو من يومين ببص على الزغاليل دي، لقيت في زغلول فيهم مكان إخراج الزبل كده، اللي هو لا مش دوت التاني، لقيتها ملتهبة وفي إسهالات كتيرة اهو مكان. لو هي ورمة سنة بسيطة، بس هي كانت طبعا أشد من كده، وكان في استهالات باستمرار. عملت ايه؟ كل اللي انا عملته جبت قطنايه بميه دافيه ومسحت وعقمت بالبتادين، وكان عندي مضاد حيوي للفطريات، اي مضاد حيوي. ابتديت ان انا دهنت مرتين في اليوم، وبقت زي ما انتوا شايفين زي الفل. وخلي بالكم الطاجن لازم يبقى نظيف، مفيش حشرات. ده هيساعد كتير الاهالي تبقى مرتاحة في المكان وتزق، وهيمنع عندك الامراض. وكمان ببص كده، انا بقولك انا بعمل ايه في يومي وامتى بستخدم تحصينات او اي ادويه. هنا ادي الاهالي خلاص، مادام اتاكدت ان الدنيا تمام، ببص على الاتنين وبنضف اول باول. اساسي بنضف كل اسبوع، اللي هي النظافه الشامله. لكن طول ما الطاجن عندي اتملى او في مكان زبل بكحته وابتدي ارجع تاني. طيب عندي بالنسبه للي قاعد على الحصى، بعد 5 يوم ببتدي اكشف على الحصى، لان تقليب الحصى في الفترة ديت في قبل ال5 يوم ممكن يعرضه ان هو يبوظ. كمان بتأكد اني بعد 5 يوم اشوف معرق، يعني اكشف كده بكشاف الموبايل على البيضة واشوف فيه خطوط كده عشان اتأكد ان هو مقصر. وبشوف هنا هو برضو بقية الزغاليل. طيب هل انا بدي حاجة احتياطية او تحصينية؟ لا، انا ما بديش غير للضرورة. اللي انا بخليه عندي باستمرار هو الانتينال. الانتينال دوت مطهر معوي ومانع للاسهال. لما بلاقي الزغلول ضعيف ببتدي ان انا اديله. طب هنا عدى الساعة، يعني انا بصيت وخلاص عدى الساعة واتبقى اكل، لاني بزود الوجبة ازيد من كبشتين كده. هو لما بيبقى في زغاليل ببتدي ان انا اجمع بعد الساعة، علشان لو في زبل اختلط بالكلفة وجي الحمام ياكله ما يأذيهوش او يسبب له اي مرض. هنا لقيت في حتة زبلة بايدي، وبعدين بغسل ايدي عادي. انا بقول لكم انا بعمل ايه، يعني بشيلها بحطها في الزرعه حتى بتطلع زرع، وببتدي ان انا احط الكلفه اللي متبقيه نظيفه. وزي ما قلت لك براعي موضوع اول عن اخر، تحصينتي مش ادويه، تحصينتي نظافه، وبغير الميه باستمرار. هنا جمعت الكلفه بتاعتي خلاص، باكلهم وجبتين. دي اول وجبه الصبح، واخر النهار باكلهم كمان وجبه. طبعا مش كل يوم بفضل امسك في الزغاليل، كتر ماسك الزغاليل ده مش صح. انا يعني اللي هو ايه، اول ما بيكبروا كده هو مثلا 10 ايام ببتدي ان انا ابشرهم، عشان لو في حاجة ضعيفة او في حاجة فيها اسهالات. ممكن طبعا اساعد بالكلفة بشوية رز اتبقوا من البيت، بعيش ناشف، يا اما انديه يا اما اكسره، فده شوية بيعمل اسهالات لكن بيساعد في حجم الزغاليل اللي هي بتتاكل يعني. وطبعا اي حاجة طبيعية ما فيهاش منها ضرر، يعني مثلا لو انت حطيت شوية ملح على الكلفة
مفيش مشكلة. لو انت جبت خل تفاح كل مثلا 15 يوم او حتى مرة واحدة في الشهر واديت لهم كنوع من التحصين الطبيعي، مفيش مشكلة. طبعا لو انت مربي على السايب او كميات كبيرة، بعض المربيين بيفضلوا ان هم يدوا ادوية علشان يأمنوا الامراض للحمام. بس انا عن نفسي مش هقدر افيدك في ادوية او تحصينات لاني ما بستخدمهاش غير في الضرورة. واتمنى اكون فدتك في الفيديو، وممكن تسأل اي حد يفيدك اكتر مني.